بس اتصال تليفوني مع المهندسه امال حسان مسؤوله وحدات البحث والتطوير في الاسكندريه. مهندسه امل، اهلا بيكي معانا. بعد التحيه تكلمينا عن تجربتك في التعليم الفني في اسكندريه. متشكره جدا على السماح ليا انا احيي الاستاذ الدكتور احمد الجنيشي على تشجيعه لينا في محاور التطوير. احنا طبعا عارفين ان التعليم الفني محتاج كتير. انت من وجهه نظرك التعليم الفني في الوقت الحالي محتاج ايه؟ محتاج تكاتف جميع الجهود، ومحتاج المخلصين اللي حابين البلد فعلا وان هم عايزين يعملوا يعني طفره في التعليم الفني، وان شاء الله بالتعاون مع الجميع. واحنا كاسكندريه الحمد لله بدانا التطوير منذ سنوات، ومحتاجين فعلا اكتر برضه. محتاجين انتوا يعني بطلبك يعني مثلا بتطلبي ايه دلوقتي؟ محتاجه ايه في مثلا المجال اللي انت فيه؟ محتاجه ايه عشان تطوري التعليم الفني؟ يعني انا محتاجه بالنسبه لوحده البحث والتطوير هي هيكله داخل القطاع. احنا محتاجين نهيكلها داخل المديريات، لان دور التطوير ومحاور التطوير ما تقلش اهميه عن دور الادارات في التعليم الفني، سواء تعليم صناعي او زراعي او تجاري او فندقي. فمحتاجين المحاور اللي هي تغيير نظره المجتمع للتعليم الفني. احنا نقدر نغير نظره المجتمع، لكن لو غيرنا التعليم الفني نفسه، لما الطالب يحس ان هو بيروح يستفيد، الطالب يحس ان هو هيتخرج وهيلاقي شغل، الطالب يحس انه في كوادر تعليميه. يعني انا عندي صور اعتقد من الوحده بتاعه الاسكندريه، اعتقد هي دي الصور صح؟ ايوه اتفضلي. يعني احنا بدأنا بعدة محاور من ضمنها المعارض. يعني احنا عملنا معارض لتسويق منتجات الطالب. احنا محتاجين المجتمع يعرف ان الطالب بيعمل منتج ما يقلش كفاءة عن اي منتج اخر. هو محتاج بعض التعديلات، محتاج بعض التجهيزات او الدعم من الدولة ايضا، في ان احنا نعمل معارض بجميع المدارس، ان احنا نفتح منافذ بيع باسوار المدارس، لان علشان ندي ثقة للطالب ان المنتج اللي انت بتطلعه ده منتج جيد وعليه اقبال. وعايزين برضو نشجع صنع في مصر بايدي طلاب التعليم الفني. الصناعه كلها محتاجه الطالب الفني الماهر. ينقصوا التدريب في المصانع، ينقصوا تطوير في المناهج حتى تكون مواكبه لسوق العمل. بعض المناهج برضو ما بتبقاش هي نفسها اللي في المصانع. محتاجين ان احنا نرعى الولاد اللي هم الموهوبين المبتكرين، نظهرهم للرأي العام. طبعا ان احنا عندنا محتاجين طبعا اتفضلي. ان احنا عندنا طالب متميز لا يقل اهميه عن طالب التعليم العام، بيدخل مجاميع عاليه المدارس. الولاد بداوا يتغير، يعني بدا نظره المجتمع بدات تحس باهميه التعليم الفني، خصوصا ان الطالب بنوفر له شغل سواء في التعليم المزدوج بياخد مرتب او فصل داخل مصنع. والنهارده كان في مدرسه التعليم الزراعي مصنع داخل مدرسه، والولاد عاملين منتجات كويسه جدا. فاحنا يعني محتاجين بس بعض الدعم من القياده على اساس ان احنا ندعم الحاجات الناجحه والهادفه لطلاب التعليم الفني. دكتور احمد هيعقب على كلامك يا مهندسه امل، اتفضل. امل، انت عارفه احنا بندعمكم قد ايه، وعارفين واحنا مقدرين جدا للتعليم الفني في اسكندريه، عاملين شغل هايل جدا حقيقي. ويمكن احنا كنا في بورسعيد الاسبوع اللي فات في ورشه عمل عاملاها الاكاديميه العربيه للنقل البحري، اللي هو الاستاذ الدكتور اسماعيل عبد الغفار، وتحت رعايه طبعا السيد المحافظ اللي هو عادل غضبان. والحقيقه يعني